السلام عليكم، مرحبا بجميع متتبعي قناة كوكويت ديجا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيش بحشوات اللي هي بارده بدون اباراي دو كيش. بزاف الناس اللي كيبغيو بحال هاد الوصفات اللي كنوجدوهم يعني حتى لاخر لحظه، كنكونوا موجدين الكيش، نكونوا موجدين الحشوات وعاد كنعمروهم كيتكالوا باردين، كيجيو على هاد الشكل. بالنسبه للعجين ديالهم كيجي هش وفي نفس الوقت كيجي مقرمش، والحشوات كيجيو بنانين بزاف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للعجينه اللي غنحتاجو لي كاش، عندنا هنايا هاد لاباط اللي غادي نديرو فيها رابعه ديال الدقيق، معها 125 غرام ديال الزبده، يعني قاعده عامه اللي فيها القياس ديال الدقيق النص ديالو الزبده. غادي نحتاج الملح، وكذلك غنحتاجو هنا بيضه باش غنعجنو. انا هنايا غادي حتى نرمل هاد الدقيق مع الزبده، وغنطرب هاد البيضه ونبدا نزيد بشويه بشويه حتى تعطيني القياس اللي انا بغيت. غنزيد واحد المعلقه ديال لا موطارد الونسيان، ممكن نتوما تزيدوا معلقه ديال لا موطارد عاديه ولا تكتفيو وما تزيدوا حتى شي حاجه. نضيف البيض ونبدا نجمع. حيت كيبقى على حساب الدقيق النوعيه ديالو كيفاش دايره، واش كيشرب ولا ما تيشربش. كذلك الزبده، واش درتو الزبده نوعيه حيوانيه ولا درتو مارغرين ولا ديال البواط. انا غادي نضيف هاد البيضه كامله. نورمالمون هذه هي القاعده اللي كاينه رابعه ديال الدقيق مع 125 غرام ديال الزبده مع بيضه كامله. صافي هنا هي تجمعات عندي، نرجع البركه. انا غنديرها هنا في واحد البلاستيكه وغادي ندخلها للثلاجه واحد الساعه تتقبض راسها مزيان. هنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه نغبر سطح العمل بالدقيق ونحاولوا نسرحوها مزيان. كنحط هكا هاد الليمون وكندير عليهم العجينه بهذا الشكل. كنحاول غير نرخي عليهم العجينه هكا تكون مرخيه. كنقادها وندوز عليها بالدلاك باش كتقطع. كنجمع هذيك العجينه باش كنعاود نسرحها. هاد الطريقه كتجي سهله. كناخذ هاد المول وكنحاول نضغط بالاصبع ديالي على هذا الشكل كنقادها. صافي هنا ملي فصونيت العجينه كامله عطاتني هنا تقريبا واحد 12 حبه، كلها كندوز عليها هكا، كنتكها هكا بالفرشيط وغادي ندخلهم الكونجيلاتور غير يقبطوا راسهم. غادي نسخر الفران وندخلهم يطيبوا. بالنسبه للحشوه اللي غادي نديرو في هاد لي كاش، اول حشوه غنبدا بها كنديرو الزبده، كنخليوها تذوب شويه. هنا خديت واحد 2 علاب ديال الفطر اللي سقطرتهم مزيان من الماء ديالهم وعاود غسلتهم وسقطرتهم وقطعتهم شويه، ما خليتهمش هكا غلاض. كنضيفهم للزبده كندير شويه الملح، ندير شويه الابزار،
ونضيف شويه ديال الزعتر، وهنا كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق، وكنبقى نحركها هنا مع الشامبينيون حتى كنحس بالدقيق طاب. كنضيف 200 مليلتر ديال الكريمه. انا هنايا استعملت هاد الكريمه ليجي كما كتشوفوا 200 ملي، هي واحد الكاس كبير. كنضيفها كنحرك. ممكن الا ما بغيتوش تستعملوا الكريمه ديروا هذا غير الحليب. كنحرك مزيان. الكريمه كيجي المذاق ديالها بنين. صافي كنحركوها هكذا حتى كتختار على هذا الشكل. صافي غنطفي عليها النار. هنا راه طفيت عليها النار. غنضيف ليها، درت هنا 2 علاب ديال التونه من وزن 80 غرام، يعني بجوج بهم واحد 190 غرام. صافي غنخلط بالخليط. هاد الحشوه هذه راه ممكن تعمروا بها اي حاجه، تعمروا بها البيتزا، تعمروا بها البطبوط، تعمروا بها اي حاجه عندكم. وبالنسبه للحشوه الثانيه حتى هي ساهله، يعني هاد الحشوات حتى لاخر لحظه. هاد لي كيش ما كيتكالوش سخان، كيتكالوا باردين، يعني حتى لاخر لحظه وتبغي تقدمي يعني المائده ديالك وجديهم خفن زربن. هنا عندي جونبون ديال الديك الرومي مدخن، ممكن تستعملوا اي نوع بغيتو. عندي الجبن هذا ديال الدهن، انا استعملت هذا الجبن هذا. وعندي شويه ديال الثوم القصابي، ممكن ديروا مع. انا دابا درت في الحشوه الاولى درت فيها الزعتر، بغيت نبدل شويه درت هذا الثوم القصابي. كنقطع الشرائح ديال الجونبون مربعات صغيره، وكنضيف ليها الثوم القصابي، وكنضيف ليها الجبن الكميه اللي غتكفاكم. انا هنا درت 2 معالق كبار. بعد ما طاب الكيش كنديمو ليه. خديت الحشوه ودرتها في واحد البوش، ما درتش له الدويه، يعني خليته هكذا عادي. وكان نعمر هاد لي كيش. ممكن تعمروه غير بالمعلقه، غير كان هاد البوش كيعاونكم، يعني كيسهل عليكم المهمه. كنعمرهم وكنقادهم هكذا بواحد المعلقه. وحكيت شويه ديال فرomاج ايدام هكذا كنزين به من الفوق. وكل حشوه كنغبرها بديك النسمه اللي درت فيها. مثلا هادو ديال السيبولات درت لهم السيبولات، وديال الزعتر درت لهم الزعتر. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال هاد الشكيلات ديالنا. قدستهم على هذا الشكل. خصني نوريكم هذا الكيش كيفاش كيجي. كيجي نتوما كيجي هش وفي نفس الوقت مقرمش. وهاد الحشوه كتجي بنينه بزاف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. الى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.